الاحتلال التركي يقوم بقصف مناطق النازحين والمهجرين قسرا بشكل شبه يومي باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والقذائف الصاروخية في شمال شرق سوريا ومناطق الشهباء، والتي تسببت بالعديد من المجازر والشهداء. إن التهديدات التركية بشن العملية العسكرية على تل رفعت هي ذريعة إعادة أهلها إليها، متناسيا أن هذه المدينة يسكنها الآلاف من مهجري عفرين. والهجوم على شمال شرق سوريا يقوم بتقويض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وإتاحة فرص ثمينة لا تعوض لتنظيم داعش لإعادة السيطرة على المناطق. لذلك ندين ونستنكر هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية من قبل الاحتلال التركي على أبناء شعبنا في سوريا، ونحمل دول العالم ومؤسساتها الإنسانية مسؤولية ما يجري من التهديدات والقصف والانتهاكات للقانون الدولي من قتل الأبرياء والاعتداء على أراضي سوريا، وأننا في سوريا شعب واحد سنقف في وجه كل من يعتدي على أرضنا. ونحن في مجلس عوائل الشهداء في حلب نطالب المجتمع الدولي بوضع حد للقصف والعدوان التركي على شمال وشرق سوريا خاصة وعلى سوريا عامة، ونطالب بفرض حظر جوي لإيقاف هذه الهجمات وهذا العدوان.